يا أهلا بأقوى ناس في قناة أقوى أفلام. فيلمنا بيبدأ مع سونيك وهو بيجري من الدكتور إيجماند الشرير في شوارع أمريكا، وبنكون مش عارفين إيه الهدف من المطاردة دي، وبتفضل سونيك يحكي لنا قصته من أولها علشان نفهم الدنيا. وبنشوف سونيك وهو لسه صغير وبيجري في العالم بتاعه اللي بيكون جزيرة معزولة في وسط البحر، وبيكون عنده قوة خارقة اتولد بيها، وده اللي بيخلي الأشرار طمعانين في السيطرة عليه وعلى قوته. ولما بيوصل للبيت المربية بتاعته لونج كلو بتقول له تاني انت لا سونيك ما بتفهمش ولا في دماغك، ما تستعرضش قوتك دي عشان الكل هيطمع فيها وهيأذوك. فبيقول لها عيب عليك يا حاجة، ما تقلقيش الامن مستتب ومحدش شافني وانا بجري. وبيكون لسه هيكمل كلامه وفجأة بيهجم عليهم مجموعة من الاشرار المقنعين، ولونج كلو بتقفل الباب بسرعة قبل ما الاسهم تخرم سونيك، وبتاخده وبتحاول تهرب بيه، وبيحصل بينها وبين الاشرار المقنعين مطاردة، واللي بتنتهي بانها بتاخد سهم في جنبها وبتقع على الارض. وبسرعة بتستعمل خاتم بيفتح لها بوابة لعالم تاني، وبتطلب من سونيك انه لازم يروح العالم التاني ده علشان يكون في امان من الاشرار، وبتديله كيس من الخواتم يقدر يستعملها في التنقل لاي مكان وقت الخطر. ولما بيرفض بتدخله جوه غصب عنه، ولما بيحاول يرجع لها بسرعة البوابة بتتقفل، وبنعرف انها ضحت بحياتها علشانه. وبيعدي 3 سنين على الموقف ده، وبيكون سونيك عاش في مدينة اسمها جرين هيلز. وكانت من اكتر الحاجات اللي كان بيسلي بيها يومه هو ان كان بيحب يهزر مع الضابط توم اللي بيكون ماسك رادار السرعة في ايده. من الملل بيقيس سرعة سلحفة بتعدي الطريق، وسونيك بيعدي من قدامه بسرعة ولكن مش بيشوفه. ولما بيبص على الرادار بيكتشف انه سجل 269 كيلومتر في الساعة، انما سونيك مش بيعجبه الرقم ده، وبيعدي تاني بسرعة والجهاز بيسجل 300. فبيتبسط سونيك انه كسر الرقم القياسي بتاعه لاخر مرة. والظابط بيفتكر ان جهاز قياس السرعة اللي معاه باظ، وبيطلع يبص بره ولكن بيشوف شوكة شكلها غريب واللي بتكون وقعت من جسم سونيك وهو بيجري. وبيكون سونيك عاش ال3 سنين دول في المدينة متخفي وبيراقب سكان المدينة من بعيد لبعيد، وكان حاببهم جدا. وبتكون في عربية هتخبط السلحفة فبينقذها سونيك، وبيقول لها بقى انا هخليك تجربي تجربة عمرك ما كنت تتوقعي انها تحصل لك. وبيجري بيها بسرعة والسلحفة بتكون مبسوطة من الفسحة دي، يعني مش قوي يعني. وبعدها بيرجع للمخبأ بتاعه واللي بيقضي فيه اغلب وقته من تمرين وقراءة ولعب. وهو بيلعب بيوقع كيس الخواتم، وبيبدأ يفتكر لونج كلو لما ضحت بحياتها علشانه، وكمان بيفتكر وصيتها اللي بتقول فيها لو اتعرض للخطر يروح لأي كوكب تاني أمان. وبيكون من أأمن الكواكب دي هو كوكب المشروم، أظن باين من اسمه يعني، كوكب كله متغطي بفطر المشروم العملاق، ولكن هو بيكون مبسوط بوجوده في المدينة وحاسس بالأمان. وبالليل بيحب يعمل مقلب في واحد من سكان المدينة في المزرعة بتاعته، واللي بيكون متأكد إن مفيش حد هيصدقه. وفعلا الراجل العجوز بيروح مركز الشرطة والكل بيتريق عليه وبيقولوا إن مخه فوت. وسونيك مع إنه بيمتلك قوة خارقة مش موجودة عند حد ولكنه بيحس بالوحدة، فبيروح يتفرج على مجموعة من الولاد وهم بيلعبوا بيسبول، وبيتمنى انه في يوم من الايام يقدر يلعب معاهم، بس بيفتكر ان صعب حد يتقبله واكيد الكل يا هيخافوا منه يا هيستغلوه. فبيستنى لغاية ما بيمشوا وبيبدأ هو يلعب مع نفسه، بمعنى ان هو اللي بيحدف الكورة وهو اللي بيستلمها، عمل فريق كامل لوحده. بس برضه بيحس بالوحدة وبيتضايق جامد، وبيفرغ غضبه الزايد في الجري بأقصى سرعة ليه في الملعب. ومن سرعته الزايدة بيقدر يعمل حقل مغناطيسي قوي، وبيتسبب في انفجار كل الإضاءات اللي موجودة في المكان، وبيتقطع النور عن المدينة بالكامل. وفي نفس الوقت توم بيتفاجئ ان الشوكة اللي معاه بتنور جامد، وبيكون مش عارف ايه السبب في كده. وفي مكان تاني بيحصل اجتماع مفاجئ لكل القيادات، واللي بيصرح فيه العقيد ان حصل انفجار مغناطيسي قوي في البلد، واكيد ان الموضوع ده متدبر ليه. وباقي الضباط بيقولوا مش ممكن يكون اللي حصل ده هجوم ارهابي، ولكن العقيد مش بيقتنع، وبيعرفهم انهم للاسف هيضطروا انهم يحتاجوا للدكتور ايجمان، وده بقى عالم مجنون وهو الوحيد اللي يقدر يجيب التيتا والسبب الانفجار. وبيوصل الدكتور ايجمان للمكان اللي فيه الانفجار، وبيستعرض عضلاته على قائد الجيش اللي موجود هناك، وبيقول له ما كنتوش بتسألوا عليا زمان، دلوقتي احتاجتوني، دلوقتي بقت البريمو. وبيطلع الدرونز اللي بتقدر تعمل مسح للمكان بالكامل. وبيقدر يكتشف ان في اثر لقدم كائن غريب مش تبعنا، يعني اللي هو ولا انسان ولا حيوان. وسونيك في الوقت ده بيكون عارف ان الحكومة بالعالم المجنون بدأوا يدوروا عليه، وعاجلا ام اجلا هيقدروا يمسكوه. فبيجيبها من قصرها وبيلم كل هدومه، وبيروح للجراج بتاع توم وبيرمي الحلقة اللي هيتنقل بيها لكوكب فطر المشروم. بس قبل ما يعمل كده بيدخل عليه توم وبيتصدم سونيك وبيقول له مساء الخير، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ خدت الصدمة بقى.
خدت الصدمة. فبيخاف منه وبيضربه بحقنة مخدرة بتفقده الوعي، وهو بيقع خلاص بيقرا كلمة سان فرانسيسكو اللي بتكون مكتوبة على التيشيرت بتاع توم، فبتتفتح البوابة وبتقع منه كل الخواتم فوق ناطحة سحاب في سان فرانسيسكو، بيغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي توم حبسه في قفص عصافير، فبيقول له انت مش لاقي غير قفص عصافير تحبسني فيه؟ شايفني بصوصو؟ انا انفد يا عم الحاج. فتوم بيتصدم لما بيلاقيه بيعرف يتكلم زينا، ولما بيهدى بيقول له انا مش هسألك انت ايه وبتتكلم ازاي، انا هسألك سؤال واحد بس، انت كنت بتعمل ايه في المخزن بتاعي؟ فبيقول له سونيك بكل اختصار لانه مكان امان، وبعدين انا كنت براقبك الفترة اللي فاتت وعارف انك كل فين وفين لما بتنزل المخزن، حبكت بقى انك تنزل دلوقتي وتعمل العبط اللي انت عملته ده. وفي وسط كلامهم بيشوفوا الاتوبيس بتاع دكتور ايجماند بيقرب عليهم بعد ما اكتشف ان في اثار رجلين سونيك في حديقة توم. فسونيك بيقول لتوم بيدوروا عليا، انت لازم تساعدني يا توم. فتوم بيقول له انا مالي يا عم، اخبيك ليه ولا اساعدك ليه؟ فسونيك بيتحول عليه وبيقول له ده بسببك وقعت كيس الخواتم فوق ناطحة سحاب في سان فرانسيسكو، لو كمان الحقنة اللي انت رزعتها لي في رجلي مخلياني مش قادر استعمل قوتي الخارقة ولا اجري حتى شوف. يا عمود يا فقري. ويقول له خلاص مصدقك والله. وفعلا توم بيساعد سونيك وبيخبيه في مخبأ سري تحت البيت، وبيطلع لدكتور ايجماند وبيقول له في حاجه اخ. فالدكتور بيقول له اثر يا توم، اثار الكائن موجوده في الحديقه عندك. فتوم بيترب كده ومش بيرضى يدخله البيت، فبيدخل الدرونز بتاعته وبتبدا تدور على سونيك بالاشعه، وسونيك بيقول ما بدهاش بقى وبينط من ما بين الكور اللي كان مستخبي وسطها وبيحاول يهرب. ولما الدكتور بيسمع الصوت بيزق توم وبيدخل البيت بسرعه، فبيلاقي راكون بياكل وبيفتكر ان هو اللي عمل الصوت. ولما بيكون خلاص هيمشي بيشوف شوكة سونيك فبياخدها وبيفرح وبيقول لتوم اسمع يا ابني، لو ما طلعتش الكائن دلوقتي هوريك العين الحمراء. لا هو حرفيا بيوريه العين الحمراء. اما في الوقت ده سونيك بيكون مستخبي تحت الترابيزه وبيخاف على توم، فبيطلع للدكتور ايجماند اللي بيتخض اول ما يشوف انفد بيتكلم. ووقتها توم بيستغل الفرصه وبيضربه في وشه وبيطلع يجري. واول ما بيركبوا العربيه سونيك بيحكي له قصته من اولها، وانه لازم يروح معاه سان فرانسيسكو ويجيب الخواتم ويهرب بيها لكوكب تاني قبل ما يخلصوا عليه او يستغلوا قوته الخارقه في الشر. فتوم بيقول له خلصت كلامك؟ وسونيك بيقول له يعني تقريبا. فبيفتح له الباب وبيقول له اتكل على الله يلا، وبيوصف له طريق غلط، فبيروح بسرعه وبيرجع له تاني بيقول له هتمك انت تشتغل سونيك يلا. فبيركبوا معاه العربيه تاني بعد ما بيعرف ان سونيك هياكل دماغه ومش هيسيبه في حاله. وفي الطريق سونيك بيجوع فبينزل توم الاستراحه علشان يجيب له اكل، ولما بيرجع مش بيلاقيه موجود في العربيه وبيلاقيه بيهيص في حفله قريبه منهم. ولما بيروح له بيلاقيه بيكتب امنياته والحاجات اللي عايز يحققها قبل ما يمشي، ولكن بيكتشف انها حاجات كتير وبيزعل انه مش هيقدر يحققها كلها. وبيفضلوا يلعبوا مع بعض ويقضوا وقت ممتع لغايه ما بيجي لهم فرد من افراد عصابه وبيتنمر على سونيك، وبيكون فاكر انه لابس لبس تنكري وبيهربوا منهم بعد ما خلوا الحفله كلها تمسك في بعض. ولما بيحجزوا هما الاتنين اوضه في فندق توم بيفتح التلفزيون وبيكتشف انه مطلوب للعداله. ولما بينام سونيك توم بيشوف امنياته اللي لسه ما حققهاش وبيكتشف ان هو نفسه يكون عنده صاحب حقيقي. وبيقضوا الليله دي في الفندق، وتاني يوم بيكونوا في طريقهم لسان فرانسيسكو، وبيكون دكتور ايجماند قدر يحدد مكانهم وبيطاردهم وبيرمي عليهم خطاف جوه العربيه. وسونيك لما بيحس بالخطر قوته بتبدا تزيد فبيتدحرج باقصى سرعه ليه اتجاه العربيه وبيقدر يدمرها. وبيرقص جنب العربيه لانه اول مره يكتشف ان قوته بتظهر جامد وبتزيد لما بيتوتر او يتعصب. ويا فرحه ما تمت لانه بيكتشف ان في عربيه احتياطيه تانية جوه العربيه اللي دمرها سونيك بتجري وراهم، وسونيك بيدمرها هي كمان. فبيطلع من قلب العربيه دي موتوسيكل صغير فسونيك بيدمره هو كمان. ولو هتقول لي خلاص المطارده خلصت هقول لك لا، بيطلع من جوه الموتوسيكل روبوت على شكل دبانه وبيقص لهم سقف العربيه. ولما بيلمسها سونيك علشان يدمرها بيكتشف ان فيها قنبله وبتلزق في ايده، وتوم بيحاول يبعدها عنه فبتلزق في ايده هو كمان وبيساعد سونيك. والمره دي بيقدر يلزقها في حجر كبير جنب الطريق، ولكن الحجر ده بيكون قريب من سونيك وبينفجر وبيغمى عليه. وبيشيله توم وبيروح بيه بسرعه عند خطيبته مادي، واللي بيعرفها على اللي حصل باختصار وبيطلب منها لو تقدر تساعد سونيك تساعده لان هي دكتوره بيطريه. وفعلا بتقدر تساعد سونيك وبيفوق. وفي الوقت ده بيكون دكتور ايجماند بيعمل اختبارات على شوكة سونيك وبيكتشف ان هي متخزن جواها طاقه كبيره جدا ولا محدوده. وفي الوقت ده جوجو بنت ريتشل بتشوف ان الكوتش بتاع سونيك مقطوع فبتجيب له كوتش تاني اللي مع الوقت هيكون مرتبط بشخصيه سونيك. وبيروح توم وسونيك ومادي للبرج اللي موجود في سان فرانسيسكو، وسونيك بيحطوه معاهم في شنطه سفر، والناس اللي معاهم في الاسانسير بيخافوا منهم لان سونيك قال لهم ان الشنطه ريحتها وحشه فبيفتكروا انهم خاطفين عيل
عيل صغير جوه الشنطة، ولما بيوصلوا للسطح بيلاقوا الخواتم، وبيكون سونيك لسه هيسلم عليهم علشان يخلع من الكوكب ده خالص. بيكتشفوا ان دكتور ايجماند محاصرهم بالدرونز بتاعته، وبنكتشف كمان انه استعمل الشوكة بتاعت سونيك كمصدر طاقة للمركبة الفضائية بتاعته، وبيضرب عليهم نار. فسونيك بيقول لتوم وخطيبته واثقين فيا، ولسه كانوا هيقولوا له لا، بيرميهم من فوق ناطحة السحاب، وبيحصل هجوم قوي على سونيك من الدرونز والمركبة بتاعت ايجماند، ولكن في قذيفة بتضرب جنب منه فبيدوخ وبيقدر ينط في اخر لحظة من فوق المبنى، وبيمسك خاتم من الخواتم بتوعه بيفتح بيه بوابة لتوم وخطيبته، وبينزلوا في المزرعة بتاعت الراجل اللي قالوا عليه مجنون في اول الفيلم، وبيقعوا على القش اللي في المزرعة ومش بيحصل لهم حاجة. وبتحصل مطاردة شرسة بين الدكتور ايجمان وسونيك، وبتكون المطاردة دي هي اللي احنا شفناها في اول الفيلم. وسونيك بيبدأ يلم كل الخواتم اللي وقعت على الارض بسرعة ويتنقل من عالم لعالم ومن مكان لمكان، سور الصين العظيم وباريس ومصر. وبيقدر الدكتور انه يصيب سونيك لما كان بيجري فوق هرم خوفو، وبيفتح بوابة تانية قبل ما يقع، واللي بتنقله هو والدكتور لمدينة جرين هيل تاني. وبيكون في استقبالهم توم وخطيبته، واللي بيبدأوا يدافعوا عن سونيك لان هو جاب اخره من المطاردة، وكل المدينة بتتعاطف مع سونيك وبيكونوا عايزين يساعدوه. فالدكتور بيقول لتوم انا عايز اعرف انت بتحاول تساعده ليه، وتوم بيرد عليه وبيقول له ان سونيك ده اعز صاحب ليا، وهو كمان فرد من افراد العيلة، ولو عايز تخلص عليه فانت لازم تخلص عليا قبل منه. ولما بيسمع سونيك كلام توم واللي بيكون حقق له اخر امنية هو تمناها، بيستجمع قوته واللي بتزيد عن اي مرة هو استخدمها قبل كده، وبتدور حرب ومطاردة شرسة بين سونيك والدكتور، اللي بتنتهي لما توم بيحدف خاتم بيفتح بيه بوابة لكوكب الفطر العملاق، وسونيك ساعتها بيزق الدكتور بالمركبة بتاعته لهناك، وبكده يكون الدكتور تم نفيه للأبد. وبعد كل اللي حصل ده توم بيفاجئ سونيك وبيعرفه انه خصص ليه أوضة في بيته يقدر يعيش فيها معاهم براحته وكأنه فرد من أفراد العيلة. وفي آخر الفيلم بنشوف الدكتور إيجماند وهو لسه ماسك الشعراية بتاعت سونيك، وبيقول انه هيقدر يمسك سونيك حتى لو الموضوع ده كلفه حياته، ويستغل قوته لصالحه. وفي مدينة جرين هيلز بيكون عمدة المدينة بعت اعتذار لتوم وانه فهمه غلط، وانهم كانوا غلطانين لما اعتمدوا على الدكتور المجنون ده، واللي تسبب في دمار المدينة اكتر من الدمار اللي سببه سونيك. وبكده نكونوا خلصنا ملخص فيلم النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان تشوف باقي الاجزاء، وتشارك الفيديو ده مع اصحابك اللي بيحبوا النوعية دي من الافلام. سلام. اعمل شير، اعمل لايك. خلصنا الفيديو. على فكرة الفيديو ده اتسجل مرتين، والله الفيديو ده اتسجل مرتين وطلع عيني، بس الحمد لله كده انا تميته. اصحى يا حسن. صحيت؟ اوعى لا يكون صوتي ضايقك. ما حسيتش بصوتي؟ ده انا عمال بزعق من بدري، والله اموت انا في الناس اللي نومها تقيل دي.